السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. طبعا احنا امبارح واول صحينا كلنا على خبر وفاة ابن الفنان حسن يوسف. معرفش اذا كان صوتي، يا رب يكون صوتي بس وصل لكم يعني. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه يا رب ويحسن اليه ويصبر والديه يا رب، اللهم امين. ويكفينا ويكفيكوا شر الغفله يا رب، شر موت الغفله وشر المرض وشر كل شيء مش كويس يعني. المهم والله انا ما كنت ناويه اتكلم اصلا في الموضوع دوت يعني خالص، ما كنتش ناويه اطلع اتكلم فيه، لان الموضوع كان بجد يوجع الناس كلها. مش عشان انا ما اعرفهمش، انا يا دوبك يعني كلنا عارفينهم عن طريق التلفزيون والافلام والحاجات دي، ما اعرفهمش، بس انا اعرف ان الموت له حرمته. ده اللي انا اعرفه، ان الموت محدش كبير عليه، ان الموت والمرض كلنا هندوقه، محدش هيفلت منه يعني. فيا ريت نتقي الله كلنا كده. يعني سمعت مثلا فنان من الفنانين بيقول الموت كاس وداير على الكل. طب كويس والله ان انت عارف ان الموت كاس وداير على الكل، عليك وعليا وعليه وعلى فلان وعلى علان. يعني الموت ما بيجيش لحد علشان هو بيعمل حاجة غلط. الموت ما بيجيش لفلان عشان هو صح وشيخ بس. الموت ما بيجيش لعلان علشان هو ما بيعملش حاجة مش عارف ايه. الموت جد على الكل، على المؤمن وعلى الكافر وعلى اليهودي وعلى كله، وعلى اللي بيعمل صح وعلى اللي بيعمل غلط. الموت والمرض ما لهمش كبير، ماشي؟ فطبيعي ان هو كاس وداير على الكل. تعالى بقى اما بتقول له انا والله كتبت الكلام من كتر ما انا يعني شفته، استغربت من الحال اللي احنا وصلنا له. انا ماليش علاقه بالمواضيع اللي بينهم، بس انا ليا علاقه بالموضوع الاساسي اللي هو الموت. يعني ده لان ده حاجه جايه لنا كلنا، جاي للعالم كله. في يوم وليله هنلاقي الدنيا مش هنلاقي دنيا اصلا. في يوم وليله في ثانيه هنلاقي القيامه قامت. العماير دي كلها هتبقى كوم تراب، حاجه كده صغيره. انت كبني ادم هتبقى حاجه قد كده. يعني كلنا مش هنلاقي الدنيا. فيعني ايه اقول له يا حسن ابنك مات وهو بيستمتع. انا بس بفكرك ان هو مات لك شاب في السن ده، بتفكره ولا المفروض تواسيه؟ يعني انت عايز تفكره ولا انت المفروض تواسيه؟ بتفكره ليه؟ طب ما هو فاكر وموجوع، لا اله الا الله، هو وامه واخواته وعيلته هم موجوعين. انت بتفكرهم ليه؟ ليه؟ اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة في الموت. بتفكرهم ليه؟ هو كان حد قال لك ان هو ناسي بيدفنه وناسي؟ كان حد قال لك ان امه ناسيه ومش مستوعبه؟ هي مش مستوعبه الكارثه اللي هي فيها. الله يكون في عونهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني ايه مات وهو بيستمتع؟ طيب هقول لك على حاجه، انا هسالك سؤال في الكلمه ديت بس. يعني ايه مات وهو بيستمتع؟ على فكره اللي قال الكلام ده يا جماعه فنان كبير بس هو مسافر بره يعني. يعني ايه هو بيستمتع؟ يعني انت ممكن تكون قاعد في خروجه مع اصحابك، او سهران مع عيلتك، او قاعد على البحر بتصيف، او قاعد على كافيه بتشرب حاجه بتستمتع. مش ممكن تموت؟ بترفع عن نفسك شويه. هل هو حرام ان انت تقعد تستمتع وترفع عن نفسك شويه؟ مش معنى ان انت بترفع عن نفسك ان انت او بتستمتع ان انت بتنسى دينك، ده مش معناه ابدا. خلي بالك انت بتشيل نفسك ذنوب مش اكتر. دي نقطه انا حبيت اقولها لك برضو وافكرك بيها زي ما بتفكرهم هم كمان. تمام؟ ماشي. طيب انت بتقول له ده فاكهه العيله. يعني عايزه اقول لك فاكهه العيله، عارف يعني ايه لما تقول لشخص الفاكهه، حته الفاكهه بتاعتك راحت، حته العيل اللي انت بتحبه وبتموت فيه راح منك، حته العيل اللي انت ضيعت سنين عمرك وشقاك عليه، سنين تعب، سيبك من الشقه، سنين تعب ضاعت وانت بتربي ابنك او بتربي بنتك. سنين ضاعت على الارض في الدنيا لكن ما ضاعتش على الارض في الاخره. هي دي ممكن تكون سبب دخولك الجنه.
يعني انت فاهمني ازاي؟ فموضوع زي كده ممكن يكون سبب دخولك الجنه. فمين ليه توجعهم بكلامك ده؟ فاكهه العيله راحت. ليه انت هتستفيد ايه لما انت تعصر فيهم كده عصر؟ عشان ايه؟ حرام. نتقي الله. ربنا يجعل لهم الصبر والسلوان يا رب. ما فكرتش ليه يعني مثلا انك تقول له ربنا يصبركم، ربنا يلهمكم الصبر والسلوان، ربنا يرحمه ويغفر له، ربنا يطبطب على قلوبكم بالصبر، دي محنه، ده ابتلاء من ربنا. ليه الكلام الحلو ده ما يطلعش من بقك لبني ادم ربنا ابتلاه بحاجه؟ كل انسان مبتلى، كل بني ادم مبتلى، وكل بني ادم مبتلى بشيء معين، ربنا بيبتليه بشيء معين، ودي حكمه عند الله احنا نفسنا ما نعرفهاش. بس الكلمه الطيبه صدقه، بالذات في المواقف اللي هي اصلا مش محتاجه غير كلمه طيبه، مش محتاجه غير جبر خاطر، مش محتاجه غير انك تطبطب على بني ادم وتقول له الصبر من عند الله، مش محتاجه غير كده. مش محتاجه انك بتلومني على ايه؟ حتى لو انا عملت حاجه غلط انت بتلومني على ايه؟ على ان ربنا اختارني اكون من المبتلى. ان المبتلى ده ربنا بيبتليه عشان في يوم من الايام بيدخله الجنه، والله اعلم برضه، عشان انا ما بقاش اتكلم كلام، بس ده مبتلى. ومعنى انك تصبر على الابتلاء معنى انك ليك مكان في الجنه. معلش انا اسفه ان انا قاعده هنا جنب الشباك، ماشي؟ انا كل والله ما بقرا الكلام اللي انا سمعته يعني بزعل. ليه شاب عنده 35 سنه يعني في ريعان شبابه، راجل كبر، الناس دي كبرت راجل، كبرت طفل وهو قد كده على حد ما بقى راجل عنده 35 سنه. هل مهما كانوا اللي عملوه، حتى لو هم عملوا حاجه والله اعلم بينهم وبين الله، ما حدش يعرف اي حاجه عن اي حد، هو ربنا بس اللي عالم باللي في قلوب الناس. حتى لو كنت انا عملت حاجه ما ينفعش تيجي تقول للشخص كلام يوجعه في موقف زي كده، ما ينفعش توجع قلبه اكتر ما هو موجوع، ما ينفعش تقطع فيه ولا تعصر فيه اكتر ما هو. اتقوا الله في احساس البشر، اتقوا الله في مشاعرهم، اتقوا الله في مصايبهم. محدش منا معصوم من اي حاجه ممكن تحصل له، لا موت ولا مرض ولا اي حاجه. انت بتقول هتموت انت وولادك على ايه؟ انت عارف انت هتموت انت وولادك على ايه؟ على عمل انت بتكلموا على ان عملهم مش طيب. الله اعلم، الله اعلم. انت شفت كده؟ الله اعلم. حتى لو هم عملهم مش طيب، ما يمكن بيعملوا عمل طيب بينهم وبين ربنا. يعني حتى ممكن تيجي تلاقي واحد كده او واحده بتعمل حاجه مش كويسه او بيعمل حاجه مش كويسه، ولكن هو بينه وبين الله بيعمل حاجات في الخفا ما يعلمهاش غير ربنا. انت تعرف نفسك انت هتموت على ايه؟ ولا انت تعرف ولا انا اعرف انا هموت على ايه. غير عملنا الطيب هو اللي هيقول احنا هنموت على ايه. عملك الطيب. خلي بالك غريق والعياذ بالله اللي هو بيموت محروق، والعياذ بالله اللي هو وكمان اللي هو المريض والمبطون وايه تاني وكهرباء ومش عارفه ايه، بيحسب عند الله والله اعلم شهيد، بس الشهاده درجات طبعا. فاحنا ما نتدخلش في الكلام اللي احنا ما نفهموش، وما نوجعش حد وما نأذيش حد بكلامنا. كلمه طيبه صدقه، وبالذات في المواقف دي. طيب ماشي. حد فينا عمره يعني انت يعني انا مثلا ماشيه في طريق او انت ماشي في طريق او اي حد ماشي في طريق، عارف اذا كان هيرجع من الطريق ده ولا لا؟ عارف اذا كان هيكمل مشواره ولا لا؟ عارف اذا كان الفلوس اللي بيكنزها دي هيصرفها ولا لا؟ ما يعرفش. ما حدش يعرف حاجه يا جماعه والله. عند الله تختفي الامور. عند الله وحده هو اعلم باللي احنا هيحصل مننا واللي هيحصل لنا واللي هنعمله وهنموت ازاي وهنخش جنه ولا هنخش نار. محدش يعرف اي حاجه. فيا ريت بلاش فتاوي كتير، بلاش
نشمت في بعض. احنا وصلنا لدرجه انحدار رهيبه. ازاي احنا كلنا هنقدر نحط وشنا في وش ربنا واحنا بنشمت في بعض؟ ازاي؟ على فكره الموضوع دوت ان كنا ان احنا كل شخص يشمت في حد في موت او في مرض او في اذيه، فيعني دي حاجه تخلينا كلنا نخجل نقف قدام ربنا في يوم من الايام، لان احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط وكلنا بيحصل لنا كل حاجه وكلنا بيطلع مننا كل حاجه. ممكن تطلع كلمه من بقك انت مش حاسبها، ما انتش حاسب، ما انتش عارف، ما انتش فاهم. فما حدش مننا معصوم من اي حاجه، وما حدش مننا عليه ساتر غير ستر الله. هو بس اللي ممكن يحمينا، وهو بس اللي ممكن يسترها معانا، وهو ممكن بس اللي يكفينا شر طريقنا، شر المرض، شر المستخبي، شر الفواجع، شر كل حاجه. يا جماعه نحمد الله على كل الاحوال، احمد الله على كل الاحوال، احمد ربنا. بدل ما تقول الكلمتين دول احمد ربنا ان انت شايف اولادك، وقول يا رب يسترها علينا وعلى اولادنا. ما تطلعش تتكلم في حق الناس، في حق ناس موجوعه ايا كان هم او غيرهم. انا ماليش علاقه بيهم غير يعني ان هم اولاد بلدنا او مسلمين زينا زيهم، او حتى مش شرط يكونوا مسلمين، بس ناس وعندهم وجع، عندهم وجع، فلازم نتقي الله فيهم ونحسسهم ان احنا جنبهم، نقف جنبهم، مش نكسر مقادفهم ونلوم فيهم ونكسر بخاطرهم اكثر ما هو ونوجع فيهم. فما فيش داعي، والله العظيم الدنيا ما تستاهل كل ده. طيب في واحده كمان استاذه كده والله طرحت سؤال عشان تعمل فيديو وتتكلم عنه وتجيب مشاهدات حلوه. يعني طرحت سؤال برضو في الموضوع دوت. انا والله زي ما قلت لكم انا ما كنتش ناويه اتكلم في المواضيع دي خالص، فانا عماله اسمع في الفيديوهات بسبب الموضوع ده، لان قلبي موجوع والله. وكل ما بشوفه في اي فيديو عن الجنازه او عن الموضوع نفسه فالواحد قلبه بيوجعه يعني. فطرحت سؤال، قالت هل هو عقاب؟ يعني بصوا بتقول ايه، بتقول هل هو موت ابن الفنان حسن يوسف عقاب ولا ايه؟ طب بالله عليكم نرد عليها نقول لها ايه؟ عقاب؟ انت جالك منين ان هو الموت عقاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، مات له 4 أولاد. نقدر نقول إن ده كان عقاب؟ عقاب ليه؟ هو الموت عقاب؟ طب ما أنت هتموتي، كلنا هنموت، الناس كلها هتموت، الشجر هيموت، الطير هيموت، الحيوانات هتموت، كل من على الأرض هيموت، العماير دي كلها والبيوت والأرض كل ده هيبقى كوم تراب، إذا هيموت. فهل ده عقاب؟ هل ده عقاب من ربنا؟ ده احنا بنقول ان كل شيء من عند ربنا رحمة، رحمة رحمة، مفيش حاجة اسمها عقاب في الموت. المرض في حد ذاته رحمة. انت طالعة تعملي فيديو عشان تجيبي مشاهدات وترند، انت فعلا على فكرة هي جابت مشاهدات عالية جدا، هي جابت مشاهدات عالية جدا، بس السؤال مستفز قوي، السؤال حرام. ايه الكلمة اللي انت بتقوليها دي؟ السؤال في حد ذاته حرام. ازاي تقولي كلمه زي كده؟ عقاب؟ عقاب ليه؟ هو احنا بنتعاقب في الموت ولا بنتعاقب على عملنا؟ احنا بنتعاقب على عملنا، مش بنتعاقب ان احنا متنا، لان كله هيموت. الشيخ بيموت، النبي عليه الصلاه والسلام بيموت، الانبياء كلهم ماتوا. هل هو ده عقاب؟ يا جماعه اللي يتكلم كلمه يا يتكلمها وهو فاهم يا ما يتكلمهاش، يا يقعد ويسكت، مش انا اطلع اعمل ترند وخلاص. والله 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 ما كنت هتكلم في الموضوع ده خالص، بس بسم الله ما شاء الله انا عماله الاقي فيديوهات، عماله الاقي فيديوهات وحاجات بجد بتستفز الواحد. الموت مش عقاب، لا شماتة في الموت، الموت داير علينا كلنا، كاس وداير فعلا زي ما هم بيقولوا. طب ما هو فعلا دي حقيقه. طب ما انت عارف ان هو كاس وداير بتتكلموا فيه ليه؟ ولما انت عارفه ان هو مش عقاب بتتكلمي ازاي وتطرحي سؤال زي كده؟ ازاي عقاب؟ ازاي يا جماعه؟ هو انتوا بتتكلموا كلام يستفز الواحد ويعصبه وينرفزه، وفي الاخر تقولوا ده الله يرحمه؟ احنا نقول الله يرحمه، اللهم لا شماتة في الموت. ونشمت ليه اصلا؟ نشمت ليه؟ اذوكي في ايه؟ اي حد بيموت ولا اي حد ما تعرفوش، انت اكيد ما تعرفهمش اصلا، بس هم اذوكي في ايه؟
كل واحد بعمله، انت بعملك وانا بعملي. ما تطلعيش تقولي ده عقاب، اصل عمل، اصله قال. انت تعرفي وهو بيقول الكلام اللي انت قلتيه هو كان قاصد ايه؟ تلاقيكي ما انتش عارفه، والله تلاقيكي ما انت عارفه حاجه ولا فاهمه حاجه. والله اعلم هو كان قاصد ايه. انا ما سمعتش الكلام اللي هو قاله على اللي انت قلتيه، يعني ان هو بيقول انا ابني بيقول انا مش همثل علشان لو المذيعه بتقول له لو ابنك هيمثل ويبوس حد ما يبوس، قال لها ما يبوس. ما انا بوست زمان، الله اعلم انا ما شفتش الكلام ده، لكن هي بتقوله الاستاذه اللي طلعت الفيديو وطرحت السؤال المستفز ده. الله اعلم اذا كان هو قاله ولا لا. بس انت عارفه هو كان قصده ايه؟ انت فاهمه هو كان بيتكلم عليه؟ ممكن كان بيضحك، ما يمكن كان اي حاجه، ما يمكن كان قصده موضوع تاني، تطلعي انت وتقولي كلام يشيلك ذنوب الدنيا والاخره. عقاب، هو الموت فيه عقاب، هو الموت فيه عقاب. العقاب بعملك الاسود وبعملي الاسود، والجنه بعمل الطيب وبعملك الطيب. خليكي حكيمه في سؤالك وانت بتقوليه، خليكي حكيمه في كلامك. اللهم لا شماتة، لا في موت ولا في مرض ولا في خراب ولا في اي حاجه. يا جماعه بيضوا وجوهكم عند الله، عملكم هو اللي هيبيض وجوهكم عند الله. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله يا رب. عايزه اقول لكم يعني نتقي الله وما تشمتوش في حد، لان الشماته دي حاجه كبيره قوي، تشيلنا ذنوب كتيره قوي قوي قوي. يا جماعه إن انا والله مش قادره اتكلم فعلا. الناس موجوعه بما فيه الكفايه. انا بسكت لان انا مش عايزه اتكلم في الموضوع. الناس موجوعه بما فيه الكفايه. ده ابتلاء من الله، ومحدش معصوم من الابتلاء. كل انسان مبتلى، حتى الانبياء كانوا بيبتلوا بالمرض وبيبتلوا في اولادهم وبيبتلوا في كل شيء وفي اموالهم وكل شيء، وحاجات كتيره ومشاكل كتيره كانت بتحصل لهم زمان، حاجات كتير. يعني كل بني ادم منا مبتلى. فنتقي الله في انفسنا، ونتقي الله في اولادنا، ونتقي الله في كلامنا وفي تفكيرنا وفي عقولنا، في كل شيء، وندعي له بالرحمه والمغفره والسلوان، وان يصبر اهله واحبابه وناسه، لان طبعا الفاجعه كبيره عليهم. ربنا ما يكتبهاش علينا ولا عليكم يا رب. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، واتمنى ان انا ما اكونش ضايقتكم. بس هو فعلا الموضوع بقى يضايق قوي. كل يوم والتاني لما بتحصل موت لاي حد تبص تلاقي الناس يعني كلامها بجد مش حلو خالص يعني. فانا مش عارفه اذا كنت انا يعني ضايقتكم، ولا اتمنى ما اكونش ضايقت حد يعني بكلامي. بس يا ريت كل واحد يحافظ على كلامه لو الناس موجوعه باي حاجه، وربنا ما يكتبش عليكم حاجه، ويبارك لكم في ولادكم وفي صحتكم وفي صحتنا كلنا يا رب. واشكركم جدا ان انتوا لو قعدتوا سمعتوني ورديتوا عليا بتعليقاتكم الجميله. ولو الموضوع عجبكم فعلا، موضوع ان الكلام مش موضوعي انا، الكلام اللي اتقال ردوا عليا في التعليقات، وقولوا اي سؤال انتوا عايزينه انا هرد عليه، وقدامكم ممكن اطلع اعمل لكم لايف بردي عن الموضوع كله. انا مش بتكسف ولا بخاف، لان الموضوع بجد فعلا بقى يعني زعل قوي قوي، وبنزعل على الناس وبنزعل على نفسنا. كل واحد ممكن يتحط في نفس الموقف دوت يا جماعه، وتلاقي واحد شمتان فيه. والله الدنيا ما تستاهل اي حاجه. ربنا يخلي لكم ولادكم ويبارك لكم فيهم، وتشوفوهم احسن ناس يا رب. واشكركم جدا جدا جدا، واشوفكم على خير في فيديو يكون كله فرح وسعاده يا رب ان شاء الله.